بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده باذن الله تعالى هنبدا معاكم برج الحمل باذن الله. اهم حاجه ما تنسوش باللايكات. لو اول مره تخش قناتي يا ريت فضلا وليس امرا تشترك، تنورني طبعا على راسي من فوق. وطبعا اللايكات بترفع الفيديو بالله عليكم، وتصلوا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. مش عايزه منكم اكتر من كده، وشكرا لكم لكل اللي بتدخلوا وبيدعمني. نبدأ بقى ان شاء الله. نسمي كده نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ مع بعض. فنجانك حلو قوي قوي يا برج الحمل، بس في حاجات يعني هو في حاجات كويسة وحاجات مش كويسة. بسم الله ما شاء الله عليك. نبدأ طبعا معاكم بالرزق. هنبدأ بالرزق الأول، تمام؟ عشان الناس بتبقى تحب ايه تسمع اهم حاجة الرزق او العمل او كده. فهنبدأ معاكم ان شاء الله الرزق. طبعا الرزق عندك بسم الله ما شاء الله يا برج الحمل، بسم الله ما شاء الله عليك. الرزق عندك 100 شغال ما شاء الله. الرزق جاي لك الفترة ديت. انت اصلا من الابراج اللي ما شاء الله يعني ايه العمل. بالنسبة للعمل ربنا رزقهم الحمد لله مش وحش يعني، لحد ما كويس. تمام ان شاء الله. الرزق جاي لك باذن الله الفتره اللي جايه في اخر يعني من اول 15/9 ان شاء الله. في حاجه، في منحه او في حاجه هتجيلك، في رزق جاي لك في السكه ان شاء الله. يا رب يتهنى بيه ان شاء الله تعالى. وعندك كمان بالنسبه للعمل طبعا انت كويس يا برج الحمل، تمام ماشي. بس انت عندك شويه مشاكل بسيطه في العمل. في حد بيكيد منك يعني في برج الحمل، في حد بيكيد منك في الشغل. يعني زي حسد، غيره، حقد، ما تعرفش هو ده عايز ايه. ربنا يجعل دايما يا رب كيدهم في نحرهم يا رب العالمين. وخلي بالك اهم حاجه، انت خلي بالك من نفسك يا برج الحمل، ان الانظار عليك كتير قوي قوي الفتره ديت يا برج الحمل. وغير كده طبعا نبدا بقى في الحياه العاطفيه. طبعا بالنسبه للشريك، انت في عندك بعض منكم اهو، انا مش بقول الكل، في بعض من برج الحمل في عنده متزوج يعني 2. في منهم بعض منهم متزوج 2. فعندك الزوجة الأولانية مسيطرة شوية أكتر، وأكتر واحدة مسيطرة في بالنسبة للمال والأولاد دايما بتنكد عليك أو مسيطرة عليك، واخدة حقها تالت ومتلت. دايما يا جماعة مش الزوجة التانية دايما بتبقى مقصورة، لا، في أحيانا بتبقى هي مجبورة أو يعني الله اعلم يعني. بس اللي موجود عندي دلوقتي في برج الحمل، انت لازم تعدل بين الاتنين، يا تعدل يا تشوف لك حل في الموضوع ده، لانك انت مش عندك عدل في الحتة دي. وكمان عندكم اللي هم برضو في اللي هم مرتبطين برضو في علاقات ثلاثية، يعني مش زواج، تمام. وربنا يا رب يطلعك من العلاقات دي على خير ان شاء الله يا برج الحمل، لان كده مش كويس، مزعلني انت دلوقتي. وعندك كمان في علاقة عندك يا برج الحمل. العلاقة ديت علاقة سامة. عارف يعني ايه علاقة سامة؟ العلاقة ديت مودياك لمكان تاني خالص، مخلياك يعني مضطرب يعني في العلاقة ديت عاملة ايه بقى؟ كانت يعني مش حد كويس، مش بتمنى لك الخير. مش عايزك يعني. هو الشخص ده كان وعدك بوعد، يعني كان وعدك اللي هو يعمل لك حاجة، او كان وعدك بحاجة، او كل يوم والتاني يوعدك ان هيعمل ويسوي وكذا وكذا، يعني عامل لك زي اللي بيقولوا ايه، عامل لك من بحر طحينة، تمام. بس انت نصيحة مني، فوق بقى، فوق لنفسك يا برج الحمل، لانك انت هنا من العلاقة دي مش هتوديك لخير يعني. سيبك من العلاقة دي. العلاقة دي كانت علاقة قديمة، والعلاقة ديت هو عاوز يرجع لك اصلا تاني يعني. انت العلاقة ديت اصلا انتهت، بس انت لسه عايز الشخص ده. بس نصيحة مني، سيبه لان هو باعك وخانك وعمل حاجات كتير، ولا بيوفي بوعد من اللي وعدهولك. امانه تسيبك من العلاقه السامه دي خالص تماما، اطلع منها خالص وما ترجع لهاش. يا ريت ما ترجعش الماضي تاني يا برج الحمل. وعندك في علاقه تانية احسن، باب مفتوح لك ليها، تمام. الله اعلم، هو ممكن يكون هو في هنا اسم عندكم اسم محمد او حاجه. الاسم محمد ده بعني لك حاجه،
يعني بيعني للبعض منكم بيعني له حاجه كويسه جدا جدا. الشخص ده حد يعني كويس، بقف معاك في مشاكلك، واقف كتف بكتف ليك، سند يعني بمعنى اصح. انت اللي بتلجأ له لما تكون انت تعبان زهقان في حاجه. فاسم ده محمد يا محمود، حاجه زي كده. بس هو اكثر حاجه اللي عندي ظاهره عندي محمد، اكتر حاجه محمد. يا ريت تخلي بالك بسبب الموضوع ده. وعندك كمان بص يا برج الحمل، انا اقول لك على حاجه، وعندك ما شاء الله برضو فرحه حلوه، فرحه حلوه قوي قوي من قلب، وتسر قلبك قوي قوي الفرحه ديت. الفرحه دي يعني حد عزيز عليك قوي، يعني انت جاي له فرحه، جاي لك فرحه عند بيتك، يعني ان شاء الله في فرح حلو ليك يا برج الحمل ان شاء الله تعالى. مش عارفه بقى خطوبه، جواز، ولاده، الله اعلى واعلم. بس انت في فرحه حواليك هتجيلك الفتره ديت في خلال شهر 9 اللي احنا فيه. ان شاء الله تعالى. يعني الفرحه دي هتغير مسار، يعني هتطلعك من المود اللي انت فيه ده، او الحاله النفسيه اللي انت موجود فيها، وانت اصلا نفسيتك اصلا مش مظبوطه خالص يا برج الحمل خالص الفتره دي. بتشك كتير في اللي حواليك، وعندك كده ايه، دايما زعلان انت والحبيب، في مشاكل بينك وبين حبيبك او كده. بالنسبه للي مش متزوجين، في اضطرابات في العلاقه، اللي هو ايه، اللي انتوا دايما في نزاعات بينك وبين الحبيب، يعني دايما ما بتتفقوش، دايما في مشاكل، ليه مش عارف. فانت حاول ان انت تهدي نفسك كده يا برج الحمل، ما تبقاش عصبي قوي قوي كده، وخلي العلاقه تعالى، ان بسبب المشاكل دي اهي في واحده هي بتدبر لكم اهي. انتوا دايما في حسد في عندكم برضو يا برج الحمل، عندك اهي واحده هي بتدبر لك، شايف عامل ازاي، بتدبر لك حاجه اهي، شايفينها تحت صوابعي ديت، بيدبر لك حاجه اللي انت يعني حياتك ما تستمرش، الحياه العاطفيه دايما يعني هي واحده بتخش بيتك وبتطلع تتكلم عليك يا برج الحمل. فاحذر من الست دي، تمام، احذر. انت عارفها عينك كده، وعارف اللي هي بتحسدك وبتحقد عليك ومفيش فايده برضه، انت ما تتعلمش، وحاول ان انت تبعد عنها، تمام. يظهر لكم دايما اسم محمد، والله اهو شوف تحت صبعي اهو، اوريه لكم اهوت عشان ما تقولوش انا بكذب عليكم اهو. شايفين اسم اهو محمد اللي انا بقول لكم عليه. الاسم ده اتكرر معاكم كتير في الفنجان او تحت صبعي. فانت خلي بالك الاسم محمد ده، بص يعني بيعني لك حاجات كتير حلوه. الشخص ده كويس مش وحش، تمام، خلي بالك منه. وعندك كمان بص، انت فيه مشكله شغله تفكيرك، او هي قلبك مشغول بحاجات كتير، قلبك ده مشغول بحاجه حب جديد، او في حاجه جايه لك يعني انت مشغول بحد، في حد انت بتحبه، والشخص ده بيحبك جدا جدا وبتمنى لك كل الخير، وعاوز ان انت بس تديله كلمه حلوه او تسمعه منك اي حاجه حلوه. فالشخص اللي انت حاسس، بص يا برج الحمل، اشتري، انا عن رايي اخد اللي بيحبني يعني اللي هو بيحبني، ولا ما اخدش اللي انا بحبه، عشان تبقوا عارفين. ويا ريت تبقوا انتوا الاثنين بتحبوا بعض، يبقى احلى واحسن طبعا. فانت يا برج الحمل اهو عندك حب اهوت، قلبك مشغول اليومين دول قوي او بتفكر في الشخص ده، بس وان شاء الله خير. الشخص ده برضو بيحبك وبتمنى لك كل خير اهو. المشكله اللي عندك بسبب قلبك اهو، بس زي ما انا قلت لك العين ما شاء الله مدمره حياتك قوي قوي يا برج الحمل. خلي بالك من نفسك يا برج الحمل ومن صحتك اكتر من كده، وبلاش تفكير في المشاكل، بلاش تجيب كل يوم مشاكل لنفسك، وحاول ان انت تهني نفسك وتسعد نفسك اكتر من كده يا برج الحمل. اتمنى لك كل خير، ويا ريت الفيديو لو عجبكم ان شاء الله تعالى، يا ريت ما تنسونيش بقى في اللايك وكومنت حلو منكم، تسلم ايديكم، واتمنى لكم مشاهده ممتعه في الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع السلامه.